السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل المبكبكة الليبية. اللي ما يعرفهاش هي احد اشهر الاكلات الليبية. هنعملها النهاردة ان شاء الله على الطريقة الليبية الاصلية، بالرغم من ان كل بلد بتعملها بطريقة مختلفة وتوابل مختلفة، لكن في ثوابت للمبكبكة. البهارات دي بقى بتحطيها على براحتك، لان هي ليها بهارات ثابتة وهقول لكم عليها النهاردة. بس قبل ما نبدأ الفيديو، انا اسمي صفاء مرتضى. لو حابة ان انتي تتابعيني تقدري تعملي اشتراك او اعجاب على حسب انتي بتتابعيني منين. صحيح، قبل ما انسى، احب اشكر كل الناس اللي عملت لي مشاركة للفيديو، واهلا بكل اخواتي من كل مكان. المبكبكة ممكن تتعمل باللحمة، وممكن تتعمل بالدجاج، وممكن تتعمل من غير لحوم خالص، وممكن كمان تتعمل بالخضار، يعني ممكن نحط عليها حمص او بسلة او جزر او بطاطس او اي نوع من انواع الخضار. يعني المبكبكة تنفع لكل الناس او لكل بيت، مش لازم يكون فيها مكونات غالية او مكونات مكلفة، يعني تنفع لأي حد وفي أي مكان. يلا بقى نبدأ على طول في المبكبكة بتاعتنا النهاردة. وكمان عايزة أقول لكم إنها سهلة على كل ست بيت، وهتعجبكم بجد، لأنها مش بتعمل مواعين كتير. يعني في حلة واحدة بس هتعمليها. ندخل على طول على المقادير. أول حاجة معانا هنا فراخ وصلصة وبصل متقطع، فلفل ألوان، فلفل أخضر وفلفل أحمر، وهنا 5 فصوص من الثوم. التوابل بقى الأساسية اللي أنا بقولكوا عليها بتاعة المبكبكة أصلا هي الملح والكركم والفلفل الأسود والريحان. لو انتي عايزة تزودي. أنا هحط هنا ال7 بهارات مع الملح والكركم والفلفل الأسود، لأن ولادي مش بيحبوا طعم الريحان يعني قوي. معانا هنا كمان المكرونة اللي احنا هنعملها النهاردة. تقدري تحطي اي حجم من المكرونة اللي انتي حباها. انا حبيت الحجم ده وهعملها بالحجم ده. حلة وفيها شوية زيت، اي مادة دهنية. لو حابة تعمليها بزيت الزيتون يكون احسن، لان هي في الاساس بتتعمل بزيت الزيتون، بس انا هنا حطيت زيت عادي. حطينا هنا البصل المتقطع، وحطينا عليه التوم المهروس. تمام، زي ما قلنا التوم ده حوالي 5 أو 6 فصوص من التوم، لكن انا عندي هنا التوم مهروس وجاهز، فحطيت تقريبا نفس الكمية. هنقلب التوم مع البصل لحد ما يدوا اللون اللي هو بصوا داخل على صفار كده شوية. مش عايزين نحمرها قوي، احنا عايزينها تبقى كده عشان بتدي طعم مسكر في الاكل. البصلة بتدي طعم مسكر لما تبقى مش متحمرة قوي. هنحط هنا البهارات بتاعتنا، كركم وملح وفلفل اسود و7 بهارات، وكمان انا حطيت شوية صغيرة من بهارات الفراخ. قلبناهم كده مع بعض شوية عشان البهارات كلها تختلط مع البصل والثوم. حطيت عليها الفراخ. لو حابة تحطي الفراخ، انا دي الفراخ دي جايبة وراك ومطلعة الدبابيس عشان اعملها اكلة لوحدها، والقطعة دي عملتها كلها في المبكبكة. لو حابة تقطعي قطعة الفراخ على قطعتين براحتك، تقدري تعملي كده، لكن احنا عملناها كده القطعة كاملة عشان احنا بنحبها كده. هنحط كمان فلفل الالوان، وهنقلب شوية المبكبكة مع الفلفل الالوان عشان عايزين طعم الفلفل والبصل والثوم كلهم يدخلوا في الفراخ. يعني الفراخ كده لما تيجي تاكليها تحسي طعمها متشرب من الخضروات. هنعمل هنقلبهم شوية ونغطي الحلة، وهنسيبها حوالي 10 دقايق على نار واطية عشان كل الخضروات اللي عندنا تتشرب في الفراخ. تيجي تاكلي الفرخة كده تحسي ان طعمها خضروات. وكمان البصل بيمنع الريحة بتاعة الفراخ. في الفراخ بيبقى لها ريحة كده، البصل والثوم لما بتتقلب الفراخ فيه بيمنع الريحة دي.
خلاص خدت ال10 دقايق بتاعتها على نار واطية. هنعلي العين ونحط الصلصة، هنقلب الصلصة مع الفراخ. لو عندك معجون طماطم ممكن تحطي اللي هي الصلصة الجاهزة، لكن انا هنا اكتفيت بالصلصة بس من غير معجون الطماطم. لكن هتحطي معجون الطماطم ده مش معناه ان انت هتستغني عن الصلصة، لا، مع صلصة الطماطم هتحطي معلقتين معجون طماطم عشان اللون. حطينا عليها شوية من المية وقلبناها وسبناها كمان 5 دقايق لحد كده ما تغلي، وبعدين نزلنا عليها بالمكرونة. تمام، هنقلب كل المكونات مع بعضها. لازم تقلبي، لو سبتيها كده هو من غير ما تقلبي هتبص تلاقي بعد كده المكرونة بقت زي العجينة معاكي. قلبتي، غطي عليها وسيبيها تغلي شوية، وبعدين وطي عليها وسيبيها على نار واطية، او ممكن تطفي عليها خالص بعد ما تغلي وتسيبيها مع نفسها. بس لازم تتأكدي ان الفراخ كانت مستوية قبل ما تحطي المكرونة. شايفين الطعامة والجمال؟ التريكات دي لازم تاخدي بالك منها. قبل ما تحطي المكرونة لازم تتأكدي من سوى الفراخ. كمان عايزة اقولك على خطوة حلوة. لو انتي نازلة الشغل او وراكي مثلا رايحة تجيب ولادك من المدرسة، تقدري بعد ما تحطي المكرونة والمكرونة تاخد 5 دقايق هي وبتغلي في الصوص بتاعها، تغطي عليها وترجعي بعد كده هتلاقيها استوت. بس لازم تقلبيها تقلبتين حلوين. شايفين الحلاوة والجمال والطعامة؟ مش قادرة اقول لكم ولا اوصف لكم على الطعم والريحة. حاجة كده رهيبة، تحفة بجد. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه. سهلة وسريعة ومش بتخليكي تعملي كركبة في المطبخ، كله في حلة واحدة. بس اهم حاجة تكون الصلصة بتاعتها، المية بتاعتها كتيرة، عشان المكرونة بتاخد المية كلها او الشوربة كلها. على حسب ما انتي بتحطي مية او شوربة الصوص بتاعها بيتشرب. فهي بتبقى كده، الصوص بتاعها بيبقى ايه، عايم فيها شوية، مش بتبقى ناشفة زي المكرونة اللي احنا بنعملها، لا. المبكبكة هي شكلها كده، تبقى كده غرقانة في صوص الطماطم. تحفة 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 يا بنات، جربوها بجد، رهيبة رهيبة. جربوها وقولولي ايه رأيكم في التعليقات. واتمنى من كل قلبي تكون الوصفة دي عجبتكم، واكون قدرت اوصل المعلومة بشكل صحيح. ما تنسوش تكتبولي رأيكم في الوصفة في التعليقات. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا بقى، باي باي.